بعد الإنجاز اللي عمله امبارح النادي الأهلي بحصوله على بطولة الثلاث قارات نصف الكون، الأهلي بطل نصف الكون. كانت مباراة ممتازة، من أمتع المباريات. الواحد اتفرج على الأهلي بالأمانة. أنا قاعد 90 دقيقة أنا بتمزج كورة في كل حاجة، دفاعيا هجوميا روح جمهور. لا، جمهور الأهلي مش ممكن. شفنا في شاب كده إماراتي دمه خفيف جدا كده، روحه جميلة، عامل شوية فيديوهات. شوف هما بيتكلموا على الأهلي. لا، جمهور الاهلي امبارح عظمه، حاجه غير طبيعيه. الناس من كل محافظات مصر جايه، ما شاء الله على الاهلي وما شاء الله على جمهور الاهلي. فوز مهم، فوز جميل، فوز تاريخي، لانه في مكاسب كتير جدا على المستوى الرقم هنتكلم عليها. في البدايه طبعا في شويه ملامح هنتكلم عليها من الفوز ده، لكن في البدايه بنقول للكابتن محمود الخطيب كل سنه وانت طيب، عيد ميلاده، يستاهل كل خير. موقف الشناوي اللي عمله امبارح هنا. في بعض الأماكن الأخرى الناس بتشتكي من الناس اللي بتنزل تاخد اللقطة وهي اللي تصدر المنظر. احنا هنا كل جماهير النادي الأهلي فرحانة امبارح إن أخيرا شفنا الكابتن محمود الخطيب واقف مع اللعيبة وهي بترفع الكاس، وهو اللي رفع بإيده. كانت حركة مش شناوي جميلة، ماسك الكاس معاه فسابه ومشي. اللي هو هترفع أنت الكاس، أنا هترفع أنت الكاس. لقطة فرحت كل الناس، وده يبين لك الراجل ده قيمته عاملة إزاي. يبين لك قيمة القدوة، قيمة الأخلاق والاحترام. ايا كان المهاره كويسه، النجوميه، تكسب فرقتك، كل ده كوم. لكن فكره انك تبقى راجل عندك اخلاق، عندك احترام، تواضع، فدايما ربنا بيحبك. يمكن انا دايما قبل الماتشات اللي بقى فيها جمهور لعيبه النادي الاهلي في معسكر، والله من الصور اللي لما بشوفها بقول خلاص احنا كسبنا. لما بلاقي كابتن خطيب واقف بيدعي كده وواقف في التمرين، بحس ان خلاص يعني كده ان شاء الله احنا كسبانين. وبقلق جدا في المباراه لما بتطلعش فيها لو بعثه خارجيه والخطيب مش معاهم. الماتش ده انا شفت الخطيب بقى ايه، مقلوط له صوره وهو بيصلي كمان، فما بالك بقى. فطبيعي انك تكسب بطل اسيا 3. دي حاجه. تاني حاجه من الملامح اللي عايز اتكلم عليها بقى في ماتش الاهلي والعين، رقم واحد لازم اتكلم على فريق العين وجمهوره. ايه الاحترام ده، ايه الجمال ده، ايه الرقي اللي في الناس دي بجد. فرقه محترمه جدا، تلعب كره نظيفه، لا في تعمد خشونه، لا في اعتراضات على الحكم وارهابه زي ما بتعمل بعض الانديه. لا، بيلعبوا كره نظيفه. الماتش خلص، مفيش احتياجات، مفيش اي حاجه. 90 دقيقه كوره بس. حتى جمهورهم روحهم حلوه بعد المباراه ما خلصت، حتى واقفين مع جمهور الاهلي. مفيش الشد العصبي اللي واحد يقول لك جاله سكته قلبيه بسبب ماتش كوره وبتاع. الناس فاهمين القصه صح، ان هي كوره ورياضه. ده انا بتكلم على اللي شفته امبارح. معرفش هل ده الجو هناك، انا ما سافرتش هناك، لكن بالامانه فريق محترم وجمهور محترم. الملامح الفنيه بقى رقم واحد كده عايز اتكلم فيها. ما اشوفش اكرم توفيق في نص الملعب تاني. يعني نتمنى كده من كولر بعد التجربه اللي شافها امبارح. الراجل بيلعب على ايريك وبيلعب على بلاسيوس، ما شاء الله لوحده، ما تحسش ان فيه هجمه خطيره، موجود في كل كوره. اكرم كمان انا بحس ان هو لعيب كوره وهو بيلعب باك يمين اكتر من نص الملعب. لا، بيعرف يستلم الكوره، بيعرف يطلع بالهجمه، عنده فكره القطمه لجوه دي، مش لازم اجري على الخط وبيبدا يسلم بتوع نص الملعب. بيعرف يطلعنا بالكوره. يمكن في نص الملعب عنده الميس باص كتير، لكن على الخط اكرم بيعملها كويس جدا. دوره في نص الملعب كويس، لكن اكرم في نص الملعب مش كوير قوي. لا، في ناس هتأدي الدور ده احسن منه، ومفيش حد في افريقيا عارف يأدي الدور الباك اليمين زي ما اكرم بيأديه دفاعيا. واحيانا بس محتاج حته التطوير الهجومي شويه، لكن اكرم اتمنى ما اشوفوش تاني فكره الباك اليمين. حاجه تانية عايز اتكلم عليها برضو، محمد مجدي قفشه. يعني دي خارج النطاق الفني شويه كده، بما ان كنا بنتكلم على كابتن محمود خطيب والاخلاق والاحترام. طبعا الناس كلها الراجل ده محترم، الراجل ده بركه، الراجل ده سالك. وهنا دي اللي عايز اكد عليه، انك تبقى راجل طيب محترم، اهلك بيدعوا لك، الناس بيدعوا لك. هو ده اللي بيخلي اسمك عايش، مش اللقطه ولا المشاكل اللي بتعملها ولا بتاع. انت ممكن بعد ما تبطل تبقى لاعب جامد ومكسر الدنيا، لكن على المستوى الاخلاقي، على المستوى النفسي مش مظبوط، والله هتنسى. الناس هتفتكرك كده في لقطه حلوه، في جول، ده فلان جاب شبهه، لكن اسمك بيفضل بيتداول. ليه؟ لما بتبقى بالطباع اللي زي دي. ليه؟ لان انت بني ادم، واضح ان من كتر ما الناس ابوك وامك داعين لك انت طيب مع الناس، فربنا بيحبك. واللي ربنا بيحبه تاكد ان هينجح، والناس مش هتنساه بسهوله. حاجه تانية عايز اتكلم عليها برضو من الناحيه الفنيه، امام عاشور. والكلمه يعني اتمنى ناس تقولها لامام عاشور. امام عاشور امبارح لعبت برجوله، لعبت بدم، لعبت لصالح الفريق، كنت واحد من نجوم الفرقه والاعلى تقييما في كل مواقع التحليل. ايه مشكلتك بقى امام انك تفضل كده على طول؟ بطل تلعب لنفسك، بطل الحركات الجماليه زي ما قلت لك، انسى اللقطات اللي هتتاخد والناس تحتفظ بيها.
انت امبارح كنت بتلعب للفرقه، ممكن اقص لك 100 لقطه، يكفي لقطه الهدف اللي انت جبته ده. يمكن انا قلت امبارح الناس لازم تحط نغمه الرنين من جمال الجول. تلعب للفرقه يا امام، ركز في الكوره بس، مش دماغك بقى بالجماهير واللقطات اللي هتتقص وبالرد على فلان ولا فلان. عايز ترد كلام في الكوره بالرجلين، بالاداء. رد بادائك، سيب ادائك هو اللي يرد، ركز في الكوره بس. انسى مداعبه الجماهير، انسى قصف الجبهات الخفيف ده، صدقني مش هيقدمك، وفي نفس الوقت مش بيجي مع الاهلاويه، مش هياكل معاهم اول، هيعلم معاهم اول. اللي يعلم معانا ادائك العظيم اللي عملته امبارح. برضه نقطه على المستوى الفني امبارح، دي حاجه اللي انا بتمناها، الضغط المثالي اللي حصل. وقلت اكتر من مره، يمكن الناس اللي متابعين عارفه الكلام ده، انا ما بحبش الفرق الكبيره اللي بتقف في نص ملعبها، لازم اضغط عالي على المدافعين من اول دقيقه لاخر دقيقه. وعجبني جدا كولر لما بدا الشوط الثاني وهو فايز 1-0، بادئ اول الشوط وهو بيضغط 6 7 لعيبه. ليه بقى بقول ضغط مثالي؟ اما بتلعب ضغط عالي، الملعب بالنسبه لك بعمل زي الملعب الخماسي، لو واحد ساب واحد خلاص راحت عليك هجمه خطيره. فانا لما بضغط بوسام وبضغط باكرم، وسام وقفشه او امام عاشور، زي خلينا نتكلم على ارض الواقع. امبارح الشحات وكان امام ووسام وطاهر قد كده، وبيجي معاهم كمان مروان وكوكا او واحد فيهم، احنا بنضغط بالعدد ده. فاصبح انت عندك ورا ما فيش زياده، عندك 3 او لعيبه بس اللي موجودين ورا، 3 او 4 لعيبه. ففكره ان واحد يتلعب عليه او يلعبها ويجري ويستلم، وواحد اتضرب من الناس اللي بتضغط دي، بقت هجمه خطيره عليك. امبارح الضغط كان مثالي، لان كل لاعب واحنا بنضغط عالي ملتزم جدا ان مفيش حد يعديه، ان مفيش حد يروح بالكره من بعده والا كنا هنتضرب. فالضغط كان مثالي معمول كده، فده مش من فراغ، ده اكيد متدربين عليه كويس قوي، اللعيبه منبهه بعض في الملعب قوي، واخدين بالهم قوي. فكان ضغط مثالي، اتمنى الاهلي يفضل عليه ايا كان المنافس، لان زي ما قلت هو الفريق الكبير لازم يلعب كده. من اسباب فوزنا امبارح الروح اللي شفناها الماتش بتاع الزمالك في ياسر ابراهيم، في رد فعله لما شال الكوره وجت ضربه مرمى. شفت امبارح اكتر من كوره ربيعه وياسر وهم بينقذوا هجمه، الناس بتحضن بعض وكانه احرز هدف. هي دي الروح، هو ده الدم، هو ده سمات لاعب النادي الاهلي. لذلك كان امبارح اداء عالمي. في نقطه انا عايز اتكلم فيها برضو بالامانه، يعني بالامانه، الاهلي حلو قوي من غير بيرسي. النفس مفتوحه كده، عارف انت، الاهلي فاتح شهيه. انا بيرسي على مستواه الحالي اللي بقاله فتره كبيره بالمناسبه، بيرسي بيسد النفس، بيسد نفسي. حتى لما الكوره بتجيله لقطه الجري بحس ان انا نفسي مسدوده. عارف انت لما تبقى عايز تاكل ونفسك مسدوده؟ بالاداء بالشكل ده، لو هيفضل بيرسي بالشكل ده، نتمنى ما نشوفوش تاني بقى ايه في فرقه النادي الاهلي، لانه عامل محبط بجد. الا لو رجع بقى بادائه اللي احنا عارفينه، عشان بس يبقى الموضوع في النقطه دي واضح، لان انا مش بتكلم على بيرسي بصفه عامه، لكن بتكلم عليه اخر فتره اداء سيء جدا. في النهايه الاهلي على المستوى الرقمي بيعمل اعجاز. اول كاس يترافع في بطوله الانتركونتيننتال من نصيب النادي الاهلي بصفه عامه، مش اسيوي بقى افريقيا بس، ده اول كاس يترافع في بطوله الانتركونتيننتال بالمسمى الجديد. اول نادي منتخب اي شيء مصري يحوز على او يفوز ببطوله يكون منظمها الاتحاد الدولي لكره القدم هو النادي الاهلي. النادي الاهلي بيعمل ارقام فعلا التاريخ يعجز عن تفسيرها، لانها حصر باسم النادي الاهلي. امبارح مباراه ببطوله قاريه مهم جدا، يمكن انا حزين جدا على البطولات القاريه تحديدا اللي بتروح، لكن بطوله قاريه يا رب قدها والله 14 12 نضيف بطوله قاريه ثانيه ونقرب شويه من ريال مدريد، الفرق ب4 بطولات باذن الله قادرين. سريعا بقى كده، سمعنا ان امبارح تم العفو على لعيبه نادي الزمالك. بس انا سيبك لعيبه الزمالك واداره الزمالك واتحاد الكوره ولجنه التظلمات ولجنه السبات، هاجي لكم دلوقتي وهشطفهم كده يعني على السريع. لكن خلينا عايز بس ايه، عشان انا دمي محروق بصراحه من الموضوع ده. اللي بيكلمك ده قدرني واحد بلا هويه رياضيه، انا ما بشجعش حد، بس انا عندي اسئله. ماذا لو كان لاعب اماراتي عمل كده في مصر؟ الناس هتطلع تقول لي كان هيتعاقب، تمام. عندي سؤال تاني، ماذا لو كان مكان الزمالك الهلال السعودي وسالم الدوسري مثلا هو اللي ضرب بتاع الامن، كان هيتم معاه اللي حصل مع نادي الزمالك؟ ماذا لو كنت جايب مثلا فريق امريكي اللي هو بيلعب فيه ميسي، وميسي هو اللي ضرب راجل الامن، كنت هتعمل كده؟ ولا كان راجل الامن هيروح يحط دماغه في متحف ويقول دي اللي ميسي ضربها؟ هنا بس السؤال، ويا ريت يتم الاجابه عليه، لان انا كبني ادم مصري بقى بصفه عامه انا دايما محروق من اللي حصل.
هاجي لك انا اقول لك لعيبه قله ادب واداره وكل ده هقوله، لكن الموضوع كان سهل جدا يتلم. خطأوا في ملعب، سجن، حبس، محكمه، نيابه. الموضوع مزعلني بامانه يعني. نقطه تانية بقى، يمكن المفروض الناس فرحانه بالعفو، انا زعلان من العفو. مش زعلان ان لعيبه الزمالك طلعت، لا. الموضوع حاصل داخله في 10 ايام. لما انت عندك نيه العفو، ليه تستنى لما يصدر الحكم ويباتوا في الحبس بعد حكم وفي الاخر يتم العفو؟ لما في نيه عفو ما عفتش ليه من الاول؟ تقول لي حصل مباحثات وحصل مداولات. مش شايف الموضوع محتاج مباحثات. قالوا احنا اسفين، خلاص حقك علينا الولاد عشان خلصت. لكن ايه الفكره؟ الموضوع مضايقني جدا بالامانه. لكن بقى لازم نرجع بقى في النهايه، انا اتكلمت على الحاجات اللي مضايقاني ومش عايز افتح اكتر من كده. لعيبه الزمالك لازم تعلموا بقى الاحترام، لازم تعلموا الادب، لان اللي انتوا عملتوه ده صياعه وبلطجه ملهاش اسم غير كده. اداره الزمالك خلوا اسم ناديكوا بقى مهم شويه عندكم اكتر من اسمائكم. اعملوا لناديكوا شويه، اختاروا مسؤولينكم. ما تجيبوش واحد زي الكابتن حسين بلامونت لعيبته غلطانه وعامله اللي هي عملته ده ويطلع يقول لك اللي هياخد لعيبتي انا هنسحب. الحاجات الجعوريه والحنجريه دي تعملها هنا في مصر بتاكل. وبمناسبه هنا في مصر لازم تلوم على كل اللي بيديروا الكره المصريه. انتوا بتوقعونا. بلاش قرف. اذا كان عندنا قوانين ولوائح طبق على الجميع، طبق عقوباتك على الكل، اولهم الاهلي. الثواب والعقاب. بطلوا دلع، دي النهايه. الراجل قال لك انسحب، ما عارف ان الكلام ده يمشي في مصر. بالامانه بننزل اكتر واكتر وكرامتنا بتتهان عشان ما عندناش تطبيق للوائح وقوانين. قوانين واللوائح موجوده لكن ما فيش اللي يطبقها. في المحاباه، في الدلع، في الفلوس اللي بتروح لناس تانية يعني ما تعرفش من تحت لتحت جت منين مره واحده. طبقوا القانون ايا كانت الخسائر وايا كانت النتائج. لازم القانون والواحد يطبق على الكل لو كنا عايزين ننهض بكده. ده اللي كنت عايز اتكلم فيه في الموضوع ده. اخيرا مليون مبروك للنادي الاهلي بطل نصف القاره الارضيه، وكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في بدايته يوم السبت قدام سيراميكا. وزي ما اللعيبه صالحتنا بعد ماتش سوبر الزمالك، محتاجين اللعيبه تصالحنا برضو باداء ونتيجه امام سيراميكا تنسينا الاداء السيء اللي حصل في بطوله السوبر. مبروك للاهلاويه.